النهاردة هنشرح ايه معنى القوة او تعريف القوة. القوة ليها اشكال كتير ومعايير كتير، ولكن خلينا ناخد مثال القوة الحصانية اللي هي بتقاس بيها الاحصنة مثلا بتاعة العربية. احنا بنقول مثلا العربية دي كذا حصان. طب ايه هي القوة الحصانية دي؟ يعني الحصان ده بيعمل ايه؟ الحصان ده هي القدرة اللي تخليك تحرك 550 رطل لمسافة قدم في ثانية واحدة. فاحنا كده حطينا قوة او وزن، وحطينا مسافة، وحطينا وقت. هو ده معنى القوة، ان انا اشوف انا هقدر احرك وزن قد ايه لمسافة قد ايه في وقت قد ايه. وعلى كده في امثلة كتير جدا. يعني انك تشيل وزن معين دي قوة. طب انك تشيل وزن معين وتتحرك بيه مسافة معينة دي قوة. انك تجري لمسافة معينة في وقت محدد دي قوة. فالقوة ليها اكتر من شكل واكتر من صفة. فمثلا واحد زي بولت العداء اللي هو يعتبر اسرع عداء في التاريخ، ده قدر يجري 100 متر في 9 ثواني و58 جزء من الثانية. فده راجل قوي، هو سريع، مش بنياده عضلي لكن هو سريع، فدي تعتبر قوة. كريستيانو رونالدو ده رمز القوة لينا كلنا، انت اصلا اول ما بتشوفه تحس ان هو ايه، في حديد. فكريستيانو لما قدر يعمل جامب او ينط 2 متر و93 سنتي، ده راجل قوي، ده رجليه قوية جدا والجامب بتاعه مذهل يعني ملوش حل. واحد زي روني كولمان بودي بيلدر المشهور، لما قدر يشيل بالجهاز بتاع الليج بريس 2300 باوند اللي هم تقريبا طن او طن و50 كيلو، دي قوة. مثال كمان زي ايدي هول باور ليفتر، لما قدر يشيل نص طن ديد ليفت، دي قوة. كل دي امثلة على القوة وتعريفات، وناس فعلا رياضيين اقوياء جدا ولكن باشكال مختلفة. يعني مش لازم يكون انا بنياني ضخم جدا عشان ابقى قوي، لا، انا ممكن تبقى قوتي في سرعتي، ممكن تبقى قوتي في ان انا اقدر انط مسافة عالية، ممكن تبقى قوتي في ان انا اقدر اشيل وزن تقيل جدا، ممكن تبقى القدرة ان انا اقدر اشيل وزن واتحرك بيه كتير. فالقوة ليها اكتر من شكل. ولكن هل هي دي فعلا القوة؟ هل القوة لازم تبقى بدنية؟ انا في اعتقادي الشخصي لا، لان مش كلنا عندنا نفس القدرات، ومش كلنا عندنا نفس البنيان، ومش كلنا نقدر نبقى رياضيين من اساسه. فانا شايف ان القوة الحقيقية هي القوة الذهنية، هي القوة العقلية. هو ان انت تقدر تقنع نفسك بان انت بني ادم قوي باللي عندك، تقدر تقنع نفسك ان انت كويس باللي عندك، تقدر تقنع نفسك ان انت موهوب في حتة معينة وتنميها. طيب بما ان احنا بنتكلم عن الرياضة، خلينا ناخد مثل في الرياضة. انا دلوقتي عندي اصابة وداخل الجيم، مش قادر اشيل وزن، انا الماكسيمم بتاعي 10 كيلو، وفي حواليا ناس وحوش وبيشيلوا 40 كيلو في الايد و50 كيلو. فهل ده معناه ان انا ضعيف؟ لا. هو انا هبقى ضعيف لو انا شفت ان انا اقل من الناس دي وخدت بعضي ومشيت وقلت خلاص انا مش هتمرن تاني. لكن القوة تبقى فين؟ القوة لما اشوف ان القدرة اللي عندي في ان انا ارفع وزن قليل، ولكن اقدر استوعب وافهم ازاي لما العب بالوزن ده اقدر اوصل للي انا عايزه. يعني انا حاطط قدامي هدف، ولكن مش كل الناس زي بعض، مش لازم يكون عندي القدرة ان انا اشيل الاوزان الخرافية دي عشان في الاخر اوصل للي انا عايزه. الناس اللي عندها طرف مش موجود، الناس بتكون فاقدة ايد او فاقدة رجل، هل ده معناه ان هو ما يقدرش يلعب رياضة؟ هل ده معناه ان هو ما يقدرش يشتغل؟ هل ده يمنعه ان هو يمارس حياته الطبيعية؟ لا. حد زي ده لو استسلم ولقى الناس بتتريق عليه وحس ان هو اقل من الناس مش هيتحرك. لكن القوة فين؟ القوة ان لما يكون حد فاقد طرف وتلاقيه بيتمرن وتلاقيه بيلعب تنس وتلاقيه بيلعب بينج بونج وتلاقيه بيقدر يروح الجيم، بيقدر يعمل اللي هو قادر يعمله بالقدرة اللي موجودة عنده، بيقدر ينفذ اللي هو قادر يعمله باللي ربنا واهبه له. عمر ما الناس كلها تبقى زي بعض، وعمر ما كلنا هنبقى في نفس القوة، وعمر ما كلنا جسمانيا هنبقى زي بعض. ولكن كل واحد عنده ميزة، وكل واحد ربنا ميزه بميزة، كل واحد ربنا اداله موهبة. فما تسمعش للي حواليك، ومش لازم تبقى شبه الناس اللي حواليك، عادي لما انت تكون مختلف. ولكن قوتك في عقلك، وقوتك ان انت تقدر تستوعب
ان اللي ربنا مديهولك ده كافي جدا ان انت توصل اللي انت عايزه، وان في الاخر انت عندك موهبة، وفي الاخر عندك قدرة ممكن ما تلاقيهاش عند حد، حتى لو انت عندك جزء ناقص عن الشخص التاني. فخليكوا اقوياء بدماغكم، خليكوا اقوياء بتفكيركم، خليكوا اقوياء بالاحلام اللي انتوا عايزينها، وحط هدف واتحرك عليه بالحاجات اللي موجودة في ايدك واشتغل عليه، واكيد هتوصل.